حاجات بتتباع غالية جدًا وإحنا ممكن نعملها في بيوتنا بمنتهى السهولة ومن غير ولا مجهود ولا حتى تكاليف. أول حاجة هنا هابتدي إن أنا أستخدم بنطلون جينز قديم عادي جدًا بيكون عندنا كلنا، وبعد كده هابتدي إن أنا آخد المقاس اللي أنا محتاجاه، ممكن طبعًا تكبري عن كده أو تصغري براحتك خالص. وبعد كده هابتدي إن أنا آجي بقى على البنطلون الجينز بتاعي وهابتدي إن أنا أفتحه من الجنب بالشكل ده. على فكرة إحنا هنستخدم الرجلين الاتنين في الفكرة بتاعتنا. لو أنتم وصلتوا معايا لحد هنا شجعوني كده بلايك جميل زيكم. وزي ما احنا شايفين مع بعض هبتدي بقى ان انا افتح طبعا الرجل بتاعتي وكمان الرجل التانية بالطريقة اللي شفناها دي. هاجي بقى هنا وهبتدي ان انا اثبتهم على بعض وبعد كده هجيب المقص بتاعي وهبتدي ان انا اشيل الجزئين طبعا اللي هيكونوا تحت دول. طبعا انا حاطه القماشتين على بعض علشان الموضوع يكون سهل عندي. وبعد كده بقى هبتدي ان انا اجي هنا، لو انت بقى حابه تستخدمي مسدس الشمع استخدمي، لو انت حابه تستخدمي ابره وخيط استخدمي، لو انت حابه تستخدمي المكنه استخدمي براحتك خالص. بس طبعا زي ما بقول لكم كتير لو استخدمتوا المسدس لازم تسخنوا المسدس قبلها، وطبعا الشمع بتاعك كده يطلع سخن جدا زي اللي معايا ده. هاجي من تحت وهبتدي ان انا اعمل مثلث بسيط زي ما شفنا، وبعد كده هبتدي بقى ان انا اكمل طبعا بمنتهى السهولة واضغط كويس جدا علشان طبعا الشمع بتاعي يدخل في الانسجة نفسها بتاعة القماشة اللي معايا. الشمع بيمسك كويس جدا في الجنس ما نقلقش خالص. هبتدي اضغط كويس جدا علشان طبعا الشمع بتاعي يمسك كويس زي ما قلنا. طبعا هنا انا بشتغل على الظهر، يعني وش القماشة نفسها بتكون جوه مش بره. هابتدي برضو ان انا اكمل بنفس الطريقة. هنا هحط برضو الشمع بتاعي وبحط كده خط رفيع جدا، وبعد كده ببتدي ان انا اكمل لحد طبعا ما نوصل للنهاية. هنا هطلع برضو كده بمثلث بسيط زي ما احنا شايفين، وزي برضو ما عملنا في الجهة التانية اللي كانت مقابلة ليها. هابتدي بقى ان انا اقفل برضو الجزء ده بس مش هنوصل للنهاية، هوصل بس كده اقل من 2 سنتي، وهبتدي ان انا بس ابطل الشمع بتاعنا بقى. لو في اي خيطة كده بقى زيادة بشيلها بمنتهى السهولة. وهنا هبتدي ان انا احط الشمع بتاعي، وبعد كده هبتدي ان انا اجيب القماشة بتاعتي وهتنيها بالطريقة اللي احنا شايفينها مع بعض دي، وهروح برضو الناحية التانية وهعمل نفس برضو الفكرة بتاعتي. هحط الشمع بتاعي وبعد كده برضو ببتدي ان انا طبعا اضغط كويس علشان زي ما قلنا كل حاجة تمسك معانا كويس جدا. طيب بعد ما خلاص بقى ثبت كده الجزئين دول والدنيا كلها تمام، نقلب بقى القماشة بتاعتنا كده وبعد كده نشتغل فيها براحتنا خالص. هجيب بقى اي قماش عندي من اي حاجة قديمة. ده على فكرة كان بنطلون قديم ما كانش برضو له اي استخدام، فابتديت طبعا ان انا فكيته وخدت منه القماش بتاعي بالشكل ده. كل بس اللي احنا هنعمله هبتدي ان انا اعمل شراشيب رفيعة. كل ما كانت رفيعة اكتر كل ما كانت طبعا مدية نتيجة احلى. هنا انا مجوزة القماشة على 2 علشان تديني طبعا الشكل بسرعة كده او نخلص بسرعة. زي ما احنا شايفين مع بعض هو ده الشكل اللي احنا محتاجينه. وبعد كده بقى هجيب القماش اللي انا عملته ده، وكل بس اللي احنا هنعمله هنحط الشمع بتاعنا كده في النص، وبعد كده طبعا هبتدي ان انا الزق الاجزاء بتاعتي اللي انا عملتها. عملت بقى من دي كذا واحدة، وهبتدي ان انا اثبتهم تحت بعض كده زي السلالم او زي الادوار، فهتديني الشكل حلو جدا. وهكمل برضو بنفس الطريقة بحط الشمع وبعد كده طبعا بثبت الأجزاء اللي احنا عملناها مع بعض. هنا بقى هبتدي ان انا اجي من فوق وهفتح فتحة صغيرة جدا ومش عايزينها تكون واسعة، محتاجة بس كده ثقب صغير جدا بالطريقة احنا شايفينها مع بعض دي. وهبتدي برضو ان انا افتح كذا فتحة جنب بعضهم بس ابعد شوية مش لازم نقرب. استخدمي بقى اي حبل عندك او اي كده خيوطة عندك انت حباها مفيش مشكلة. هجيب بقى هنا خيط مكرمية وهبتدي ان انا ادخله كده من ناحية جوه واطلعه من ناحية بره، وهكذا لحد ما يقابلوا بعض الاتنين بالشكل ده. ومن تحت هنا هبتدي ان انا اعمل عقدية كده حلوة، وبعد كده الشراشيب بتاعتنا دي هبتدي ان انا افكها كده زي ما احنا شايفين مع بعض علشان تديني طبعا شكل كويس في النهاية. ممكن طبعا تستخدمي اي بديل لخيط المكرمية ده، ممكن تستخدمي خيط خيش او حبل خيش او اي بديل تاني، او حتى كمان الجزء اللي بيكون في البنطلون اللي بيقفل فيه البنطلون ده هيكون حلو جدا ومش هيبان ولا اي حاجة. كان عندي بقى الشريط ده من شنطة قديمة وعلى فكرة بيتباع برضه، أنا كان متوفر عندي فاستخدمته، وهبتدي إن أنا أثبته بقى هنا بإبرة وخيط علشان طبعا تكون كل حاجة ثابتة معايا. وبكده بقى هنكون عملنا شنطة حلوة جدا استخدميها براحتك بقى في المدرسة أو الدروس. هتكون فكرتها بسيطة وكمان مش مكلفة خالص، ويعتبر سهل قوي تاخد حاجات كتيرة جدا. حطوا كده لايك جميل لأول فكرة، ويلا بينا نروح على تاني فكرة عندي النهاردة. تاني بقى فكرة عندي النهاردة هستخدم فيها الجيوب بتاعة البنطلون دي. طبعا الجيوب دي مبنعملش بيها أفكار كتير، فطبعا حلو جدا هنستفاد بيها برضو طالما كده كده بنستخدم بقية البنطلون، لا نجيب بقى برضو الجيوب بتاعته كده
ونستخدمها ونستفاد بيها. هجيب الجيوب بتاعتي كده وهبتدي ان انا افتحها او اشيل طبعا الخيوط من عليها، وهيتشال معاكي سهل جدا. وكمان هبتدي ان انا اخد جزء كده من رجل البنطلون بتاعنا الحلو ده، وزي ما احنا شايفين مع بعض هبتدي ان انا افتحه برضو من الجنب بالطريقة اللي احنا شايفينها مع بعض دي. طبعا الموضوع بيكون سهل جدا، مفيهوش اي صعوبة خالص، وكل حاجة على فكرة بتخلص كده بمنتهى السهولة طالما انت بتحبي اعادة التدوير. مجرد بس كده ما بتشتغلي فيها ايدك هي اللي بتشتغل. خدت الجزء ده ومحتاجة طبعا ان هو يتساوى، فهنا استخدمت بس المسطرة علشان اسويه، وهشيل كل الزيادة لان طبعا البنطلون بيكون واسع من فوق وبينزل طبعا على ضيق من تحت، فالمقاسين من فوق او من تحت كده مش هتلاقوه كده زي بعضه، فطبعا سويه كده بالمسطرة زي ما انا عملت. وزي ما احنا شايفين مع بعض هشتغل فيها براحتي خالص. يبقى هنا من فوق وهبتدي ان انا اشيل اي خياطه كده في الجيب بتاعنا، لان على فكره الجيب بيكون فيه خياطه كتير، فهبتدي ان انا اشيلها، وطبعا بتشال معانا سهل جدا. وكمان برضو هبتدي ان انا اساوي الاجزاء بتاعتنا الحلوه دي. الموضوع بسيط جدا ومفيهوش اي صعوبه خالص، هنشيل اي زياده عندنا، وطبعا الموضوع بيكون سهل جدا زي ما احنا شايفين مع بعض. وكده بقى اصبح الجيب بتاعنا جاهز ان احنا نستخدمه بمنتهى السهوله. وطبعا النتيجه بتاعته هتكون حلوه جدا، لان كده كده احنا هنكون شيلنا كل الزياده اللي حواليه، فطبعا هيكون الشكل عندنا برضو كويس في النهاية. طيب بعد ما خلاص بقى شلنا الزيادة بتاعتنا والدنيا كلها تمام، وطبعا هنا عملت الجيبين مش عملت جيب واحد، لا هنعمل الاول الجيب التاني. هبتدي اروح اجيب التاني الاول، وهبتدي برضو ان انا اكمله برضو بنفس الطريقه. شيلي كل حاجه حبيت برضو ان انا اظهرها لكم تاني، وده هيكون بقى النتيجه بتاعتنا. فاكرين بقى القماشه بتاعتنا اللي احنا عملناها في الاول؟ هبتدي ان انا اجيبها وهنا هقلب الجيب على ظهره، لان طبعا الجيب كان طبعا الشكل مش ظريف خالص، فحبيت ان انا اشتغل بقى هنا على الظهر. كده كده مش هتفرق خالص. وهثبت بقى الجيب بتاعي من جميع الجهات، بس هسيب جهه واحده اللي هي هتكون فوق، دي اللي هتكون مفتوحه. وهنا ممكن زي ما قلنا ومتفقين تستخدمي إبرة وخيط، مكنة، مسدس شمع، زي ما أنا بعمل براحتك خالص. انت عندك الفكرة نفذيها بأي أداة عندك. هروح الناحية التانية برضو هبتدي ان انا اثبت الجيب بتاعنا واضغط كويس علشان كل حاجة تثبت معانا كويس جدا. وهنا بقى هبتدي ان انا امشي على كل طبعا الزيادات دي اكيد مش محتاجينها ومش هنعمل بيها اي حاجة، وكمان الشكل مش هيكون لطيف خالص. هروح برضو الناحية التانية ونفس الفكرة، هشيل الزيادات بتاعتي بالطريقة اللي احنا شايفينها مع بعض. وزي ما احنا شايفين كده الشكل ده هيكون عندنا نضيف جدا مفيهوش اي حاجة خالص. هنا بقى ممكن تعملي كده ضفيرة بقى من خيط المكرمية، تحطي كده حبل خيش زي ما انا عملت. بصراحة كده اي اضافة هنا هتديها شكل حلو جدا. ممكن كمان تستخدمي جوبير لو انت حابة، فطبعا البدائل عندي كتير جدا والفكرة موجودة. همشي بقى على الجزء ده كله كده بالطريقة احنا شايفينها مع بعض بالحبل بتاعنا. حبيتي تستخدمي خيط مكرمية وتعملي ضفيرة اعمليها، هيكون برضو النتيجة بتاعته حلوة جدا ومش هتفرق كتير. وبعد كده بقى هبتدي ان انا اكمل لحد ما اوصل للنهايه. اما الجيوب بقى مش هننساها، وهبتدي برضو ان انا اضيف عليها كده جزء تاني كده من الحبل بتاعنا علشان برضو الشكل عندنا يكون ظاهر واكتر واكتر. وبعد ما خلاص بقى ضفنا كده ناحيته كمان الناحيه التانيه، حبيت برضو كده ان انا اخلي الشكل احلى واحلى، فهعمل ضفيره بسيطه جدا. وهبتدي بقى ان انا اروح طبعا اثبتها، وهقول لكم هنثبتها فين. فيونكة بسيطة حلوة قوي كده زي ما احنا شايفين، هتدي طبعا شكل تاني خالص. هثبت بقى فيونكة الناحية دي، وكمان برضو هبتدي ان انا اثبت فيونكة بقى الناحية التانية بالشكل ده. وتعالوا نشوف بقى هنستخدمها ازاي وهنستخدمها في ايه. هنستخدمها بقى بالطريقة دي. عايزة اقول لكم ان هي هتلم لنا حبة حاجات كتيرة جدا. حطوا لك الفكرة اللي عدت ويلا بينا نروح على اخر فكرة معانا النهاردة. واخر فكرة هستخدم فيها برضو كده جزء من رجل بنطلون جينز قديمة. هبتدي ان انا اسويها كده من جميع الجهات زي ما احنا شايفين مع بعض. بستخدم هنا اي مسطرة عندي علشان طبعا ابتدي ان انا اشيل اي زيادة، وكل طبعا المقاسات تكون مظبوطة عندنا. هبتدي ان انا اجيب واحدة تانية وهبتدي ان انا اثبتها برضو على الجهة المقابلة ليها بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض. وهنا هستخدم برضو المسدس. ودايما بقول وهقول كتير براحتك، حابة تستخدمي ابرة وخيط استخدمي ابرة وخيط مفيش مشكلة، اكيد متوفرين في كل بيت. وبعد كده هبتدي ان انا اتني تانية بسيطة كده ناحية جوه، وهجيب جزء تاني، والجزء ده بقى هبتدي ان انا احط عليه شمع كده من ناحية جوه، وهبتدي ان انا اتني برضو تانية ناحية جوه بالشكل ده. ده هيكون بقى الشكل عندي لحد دلوقتي. هجيب بقى الجزء اللي احنا عملناه من الاول خالص، وهبتدي ان انا اول حاجه احط شمع بالطريقه احنا شايفينها مع بعض، وهثبت الجزء ده بس من ناحيه ورا. طبعا دي هتكون القفل بتاعي، فطبعا لازم نعملها بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده. اظن الموضوع سهل جدا وعملت لكم خطوه بسيطه جدا ما فيهاش اي صعوبه خالص. هنا بقى هستخدم الاسكوتش، وممكن طبعا نستخدم اي بديل تاني حتى لو صوصه طبعا يكون حلو جدا.
بس بقى الميزة في الاسكوتش إن هو طبعًا سهل أوي إن إحنا أول حاجة نركّبه، كمان تاني حاجة سهل جدًا إن إحنا نفتح ونقفل براحتنا خالص، فطبعًا السوسته والاسكوتش يعتبر حاجة واحدة يعني ما فيش فرق كبير، وبعد كده هابتدي إن أنا أقفلها بقى براحتي خالص زي ما إحنا شايفين مع بعض بالطريقة اللي إحنا شُفناها دلوقتي. هنا هاستخدم بقى الصورة الحلوة دي بتتجاب من أي مكتبة وحلوة جدًا، وطبعًا في منها أشكال كتيرة جدًا، هاتي اللي يعجبِك وهاتي اللي يناسبِك، وبعد كده هابتدي إن أنا أجيب جزء كده من قطعة برضه قماشة تانية، وهابتدي إن أنا أثبّتها زي ما إحنا شايفين مع بعض بالطريقة اللي إحنا شايفينها مع بعض دي، وهابتدي بس إن أنا أفرّغها وهامشي عليها كده كلها علشان الشكل عندي برضه يكون كويس من ناحية ورا، وهنا اشتغلت برضه على الضهر. دي بقى هتكون النتيجة. طيب هنثبتها فين؟ هنثبتها كده في الجنب هتدينا عايزة اقول لك بقى شكل حلو جدا، وهتوديها لنا في حتة تانية خالص. هثبتها كده من ناحية فوق، ناخد بالنا طبعا احنا مش عايزينها تقفل خالص، لا احنا عايزينها تفتح وتقفل بمنتهى السهولة. ودي بقى هتكون النتيجة. عملنا مقلمة حلوة جدا بمنتهى السهولة، ما خدتش مننا وقت ولا مجهود ولا أي حاجة. وده كان فيديو النهارده عملنا فيه 3 أفكار كلها أفكار عملية جدًا، كلها أفكار محتاجينها جدًا، وكمان موفّرة أوي. هاستنى طبعًا تعليقاتكم الجميلة، وطبعًا ما تنسوش تحطوا لايك كده جميل زيكم علشان طبعًا تشجعوني إن أنا أنزّل أفكار كتير الفترة الجاية. استنوني إن شاء الله في فيديو جديد.